الهزيمه كانت منتظره في الواقع، ولكن كنا كنترجاو في اللاعبين انهم يديروا نفس ويكونوا رجال لصالح هذاك التيم، لانه هذا ديربي. راه ما يمكنش غتجيب تجر في رجليك في ديربي. راه ديربي، راه خصك تعض في الغاصو، تعض في الغاصو اصاحبي. راه هذا مشكل، تعصبنا. راه عرفتي هذاك الليله راه ما نعسناش، والله ما نعسناش ننعس. ولكن المشكل فين كاين؟ هو الدراري ولاد الفرقات. راه ملي كيكون عندك دراري واخا تدخلها دراسه والله تيموتوا في الغاصو وما يخسروش اصاحبي بديك الطريقه حشومه. لعبه دري صغير اصاحبي، دري صغير قال لي فرقه عيانه وربحتنا. راه في البروميير ميطار ها ما حنا خلينا لهم سميتو، داروا شي فرصه، راه ما كانت حتى شي فرصه، ولينا حنا نسجلوا لهم. راه حشومه حشومه بحال هذاك اللعابه صاحبي، كره بوحدك ما معنزحمك حتى واحد ضربتيها في الشبكه. حشومه بحال هاد اللعابه ولاو كيلعبوا عندنا. والله ما فهمت، انا ما فهمتش شي حاجه. اما زيد سيدي السي المدرب، هذيك التشكيله انا ما فهمتش واش المدرب اللي دخل هذه التشكيله ولكن شي واحد اللي كيتحكم. كنا كنتمناو انه يكونوا تغييرات. منين جينا نشوفوا لقينا نفس الطريقه لعب بها نفس اللعاب. بحال مثلا محروس انا تمنيت محروس يلعب الى جانب جبران، لان ملي غيلعب محروس لاعب ارتكاز مزيان، غادي يخلي جبران يلعب شويه مرتاح ويزيد شويه الكره لقدام. اليوم كتخلي جبران ما عرفناه لاعب ارتكاز، ما عرفناه كاسور، ما عرفناه شنو كيلعب. دراوي كان يلعب بلاصه العملود كصانع العاب، فاسماعيل المترجي، وفي الهجوم زهير المترجي الى جانب الحتيمي. هي التشكيله اللي خصها تدخل. من غير هادشي راك غير كتخربق السي المدرب، وما فهمناش. الا كنتي انت كتدخل التشكيله، اما الا كان شي واحد اخر راه اسمح لي، لان شفنا الفيسير ما بقاش متحكم فيه. ملي ولي السي ابو سفيان اللي جاو البارح باقي ما عطى حتى شي حاجه للوداد، ولا هو يمتنع ما بغاش يخرج. شكون واش عرفتي داك التونيات؟ عرفت شكون لبسو اللي توليتي كتمتنع ما باغيش تخرج؟ شكون انت بعدا؟ خصك تعرف هذيك الفرقه شكون لعب فيها، والناس اللي دازوا فيها، والناس اللي سيروها، والجمهور اللي وراها. راه يدين ما فهمش انت فين كتلعب. هاد اللعاب هذا اللي جاو ولا هو بغى يمتنع ما بغاش يخرج. ما فهمتش انا. التشكيله خاص تكون توازن فيها، ما كاينش عندنا توازن والو. المباراه ديال الديربي راه كتلعب بالروح، كتلعب بالقلب ديالك، ماشي كتلعب وانت كتبوز علينا. خصك تعطي فيها الريه ديالك. رجعوا شوفوا الديربيات اللي دازوا اللي كانوا فيهم الدراري كيتقاتلوا، ورجعوا شوفوا كيفاش ابراهيم كان كيلعب ديربي، ورجعوا شوفوا العلالي، ورجعوا شوفوا اللعابه اللي دازوا في الوداد امثال فخر الدين وبن عبيشه وحسن ناظر اللي كان كيعض في الغازو كيقلعوا من بلاصتو. رجعوا شوفوا باش تعرفوا هاد الفرقه شكون اللي لعب فيها. ورجعوا شوفوا النيبت، ورجعوا شوفوا اللعابه الكبار اللي دازوا الداودي اللي كان كيزلزل لي برا. جميع الحراس اللي دازوا في الرجاء سولوا مع الداودي، جميع الحراس من كوت ديفوار، من الجزائر، وسيروا سولوهم. واليوم كتجي كتشوف لعابه لاعبين ديربي وباردين كاع ما كاينين هنا. هذا في الحقيقه عار في حق الوداد. هادشي اللي كنا كنتمناو غير في الديربي يكونوا رجاله. احنا عرفنا كاينين مشاكل، عرفنا النتائج ما غاديش هذاك، عرفنا كاين انهيار بدني، عرفنا هادشي كلشي. ما كاينش استعداد جيد في الاول ديال السنه، ولكن على الاقل لعبوا بالقلب ديالنا على قبل الجمهور وعلى قبل هذاك اللوغو اللي كتلبسو. هذا واقع صراحه، حتى حاجه ما كانت من هادشي، وهادشي هو اللي خلى الجمهور يكون غاضب وغاضب بزاف. وما عرفناش يعني واش النزيف غيتحبس حد هنا ولا غادي مازال يزيد، لان هادشي يندى له الجبين صراحه. مباراه كتلعب 90 دقيقه وما دير حتى فرصه، فكنظن باللي احنا هي ثلاثه المباريات، مباراه الحسنيه تابعها المباراه ديال الاسي، تابعها الديربي، ثلاثه المباريات حتى فرصه ما درناها. الا بقات غاده في هادشي الفرقه مشات للهويه. لعابه عرفتي شحال انت كتلعب في الفرقه ودرتي الفلوس من هاد الفرقه وكسبتي حب الجمهور وكتجي في الاخير ما كتضجر علينا في رجليك، راه ما يمكنش اصاحبي. وانت راه خصك تعرق هذاك التون، جرس وديروا لايك. هذا فضلا وليس امرا، من فضلكم.